ممكن وانت رايح تحج اصلا ما تبقاش مرتب نفسك، يا ترى انا هفرد بالحج، هكون مفرد ولا متمتع ولا قارن؟ الكلام ده او المصطلحات دي ممكن تكون غريبة عليك. تابع معايا سلسلة حجك ببساطة وانا هسهل لك الموضوع جدا في الفرق ما بين الافراد والقران والتمتع. أنا محمد سعيد ودي سلسلة حجك ببساطة. في البداية كده لازم افهم ايه الفرق بين التلاتة عشان بحدد وانا خارج. اول حاجة في المقيم في مكة وفي افاقي. افاقي ده اللي بيكون جاي من الافاق، من بلد بعيدة، زي مثلا عندنا جاي من مصر. تمام. فانت في البداية بمر على ميقات. الميقات ده عندنا منه حاجتين، في ميقات زماني اللي هو ده زمان الحج، وفي ميقات مكاني. الميقات المكاني دول 5 أماكن حددهم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي جاي من بلده بيمر على المواقيت دي فبيبدأ يحرم منها، يبقى ده ميقات مكاني. ايه هو بقى الميقات الزماني؟ الميقات الزماني اللي هو شهر شوال وشهر ذي القعدة بفتح القاف وأول 10 أيام من ذي الحجة. دي كده أشهر الحج. يبقى احنا كده عرفنا إن في ميقات مكاني وميقات زماني. طيب أنا دلوقتي رايح أحج، فهحج مفرد. مفرد دي يعني إيه؟ يعني هروح الميقات وأبدأ إن أنا أغتسل وأتطيب في البدن وفي الرأس، تمام؟ وألبس لبس الإحرام بتاعي، ولما أهل بالتلبية، وده يفضل بعد انبعاث الدابة أو بعد ركوب الدابة، لما أبدأ أهل بالتلبية وأنوي الإحرام، وهنا تنوي بالقلب وتعبر عنها باللسان. ده كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. فلو أنت مفرد هتقول اللهم لبيك حجة أو اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وتبدأ بقى المناسك بتاعت الحج بتاعتك من يوم 8 اللي هو يوم التروية، بتكون في منى. هنتكلم عن المناسك. يبقى أنا لو مفرد هعمل مناسك الحج فقط من غير عمرة. السؤال اللي بعديه، هل المفرد اللي هو راح يحج بس من غير ما يعمل عمرة هل هو عليه هدي؟ هنقول لا، ليس عليه هدي. والهدي ده بإما يكون شاه خروف أو ماعز، أو بيكون سبع بدنة، سبع جمل، أو سبع بقرة. فالحاجات دي مش على المفرد اللي راح يحج بس. طيب أنا رايح بقى أحج وأعتمر الاتنين مع بعض، فهقول اللهم لبيك حجة وعمرة لا رياء فيها ولا سمعة. فده اسمه قران، بقرن الاتنين مع بعض، بقرن الاتنين مع بعض. وببدأ برضو المناسك بتاعتي من يوم 8 وبيكون عليا هدي. طيب ايه الفرق بين القران، حج القران، وحج التمتع؟ حج التمتع ان الانسان بيعمل عمرة في اشهر الحج. وهنا يعني ايه؟ يعني ما اجيش اعمل عمرة قبل مغرب اخر يوم في رمضان واجي اقول والله انا عملت عمرة وداخل بقى على الحج فكده انا تمتعت بالعمرة والحج. لا، العمرة تكون في اشهر الحج. يعني لو بعد صلاة المغرب في آخر يوم في رمضان وبدأت في ليلة شوال عملت العمرة بتاعتي، فأنا هنا عملتها في أشهر الحج. لو أنا بعد كده جيت حجيت في نفس العام فأنا كده تمتعت بالعمرة وبالحج في سفرة واحدة، في سفر واحد. وهنا برضو بيكون علي هدي زي القران. بس طبعا الهدي ده لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. لو من أهل مكة ومن أهل الحرم ما بيكونش عليه هدي، ما بيكونش عليه هدي. لكن الآفاقي اللي هو جاي من الآفاق لو حج قران جمع ما بين العمرة والحج في نسك واحد، أو عمل عمرة والعمرة دي في أشهر الحج وبعد كده تحلل منها واستنى لغاية لما جه وقت مناسك الحج في يوم 8 اللي هو يوم التروية وبعد كده راح أحرم بالحج، فده تمتع. فده برضه بيكون عليه هدي، بيذبح شاة أو يشارك في سبع بدنة أو سبع بقرة، فده كده متمتع. ده متمتع.